الورقة الفنية للنشرة من أسساك، حيث يواصل المخرج المغربي داود أولاد السيد تصوير مشاهد عمله السينمائي الأخير المرجة الزرقاء. المخرج الذي افتتن بمواقع الجذب السياحي بالإقليم التي أضحت قبلة لمجموعة من الإنتاجات السينمائية. ريبورتاج حافظ محضار ومحمود شراكي. فضاءات إقليم ياسازاغ باتت تغري العديد من مهني الصناعة السينمائية، آخرهم المخرج داود ولد السيد الذي وقع اختياره على الاستوديوهات الطبيعية المفتوحة المترامية بأطراف هذا الإقليم الحدودي لتصوير مشاهد عمله السينمائي الأخير المرجة الزرقاء، الذي يحكي قصة طفل صغير فاقد للبصر يسكنه عشق هواية التصوير. بالنسبة لهذا الفيلم كيدوي على واحد الوليد اللي عايش في مدينة آسا، واحد الوليد اللي ما كيشوفش، اللي كان نمشيو معاه في واحد الرحلة هو والأب ديالو. ما نحاولش نحرق لكم بزاف ليدي دو فيلم. لي كونديسيون في هذه المدينه هما لي كونديسيون اللي مزيانين صراحه. لقينا ناس كرماء، ناس زوينين اللي حلوا لينا بزاف ديال البيبان ووفروا لينا بزاف ديال الحوايج زوينين في هذه المدينه. خلال هذه القصه غادي نكتشفوا المناظر والمعالم الجماليه ديال هذه المدينه، مدينه اسا، اللي حقيقه اول مره نصور فيها، وحقيقه كانت تجربه جميله مليئه بالمغامرات ومليئه بالاكتشافات. وديما كما تنقول للاصدقاء هنايا، لا هذه المدينه تستاهل على انها تكون واحد الوجهه سينمائيه، تكون واحد الوجهه لتصوير افلام. لما لا؟ لانها تتزخر وتتمتاز بمجموعه من المعالم اللي هي باقا فيارج. هذا العمل السينمائي الذي أسندت بطولته للممثل القدير محمد خيي والفنانة حسنة طنطاوي يتيح الفرصة كذلك لعدد من مواهب المنطقة، لا على مستوى التمثيل أو العمل التقني، حفزا لطاقات الإقليم الواعدة. سعيد أنني نكون في هذا العمل، وأسعد كذلك أنني نكون موجود في هذه المنطقة من وطننا الحبيب اللي هي مدينة أسا والضواحي ديالها، لأنه كيف تنشوفوا فيها يعني مناظر جميلة جدا اللي كتغري بأن يجيو المخرجين هنا، ونتمنى أنهم يكثروا الإنتاجات هنا ويجيو يتصوروا في هذه المنطقة، لأنه غتعطي لواحد نظرة أخرى للسينما في المغرب. وبالنسبة حتى للمغاربة أنهم ماشي غير المغاربة، حتى الأجانب كذلك أن يتعرفوا على المناطق الصحراوية وبالمناظر ديالها الجميلة. تصوير مشاهد هذا الإنتاج السينمائي يفتح آفاقا واعدة أمام عديد مواقع المنطقة بجاذبيتها السياحية لتطوير استثمارات في الصناعة السينمائية وإبراز قدرات أبناء الإقليم ومقدراته المهمة التي باتت تستأثر باهتمام المنتجين المغاربة وكذا الأجانب.